النهارده هقول لكم على ساندوتش بطاطس خطير يا جماعه. عملت معاه ميكس مع الثوم والزبده بالبقدونس مع شويه شطه وموتزاريلا. انتوا مش متخيلين حلاوته بجد، ده غير ان هو اقتصادي جدا وفي 10 دقايق هيبقى جاهز معاكم. اول حاجه بطاطسايه هنسلقها على النار، ننزل عليها بملح وفلفل وشويه بهارات بطاطس هكتبها لكم تحت الفيديو، وبس تستوي نصفيها ونشيلها على جنب. وهعمل بقى زيت الثوم، انا بحبه قوي وبشيله على فكره في برطمان بعد ما بخلصه، بيكون خطير. ده حرفيا لعشاق الثوم، بيعمل طعم سحري في الاكل. انزل بثلاث فصوص ثوم بقى على البطاطس، شويه بقدونس، شويه تشيلي فليكس، قطعه من الزبده، واهرس الكلام ده كله مع بعضه. يا لهوي يا جماعه على احلى ساندوتش هتاكلوه في حياتكم. عشان نعمل بقى الساندوتش الخطير ده جبت ساندوتش ميكر من سوكاني. عايزه اقول لكم ان انا حاسه ان كان فايتني كتير قوي من غير الساندوتش ميكر دي في حياتي. بجد يا جماعه الساندوتش ميكر ده طلع من الاجهزه المهمه جدا في البيت، بيعمل كل حاجه حرفيا. بتعمل وافل، كوكيز، دونت، بيتي فور، كرواسون، بتشوي لحمه، ساندوتشات جاهزه. ده غير ان هي 750 واط فاستهلاكها للكهرباء كويس جدا، ضمان سنه وتوصيل مجاني لكل محافظات. نجيب العيش الفينو بتاعنا او التوست ونحط بقى الخليط الجبار ده عليه. يا جماعه احلى ساندوتش هتاكلوه في حياتكم بجد، بوعدكم باستمتاع رهيب. جبت بقى الساندوتش ميكر من سوكاني، بتركب بكل سهوله. حطيت الجريل، دهنتها بقى بالزيت بتاع التوم ده، بعد كده حطيت الساندوتش وضغطت عليها، ما خدتش دقايق وكان الساندوتش جاهز معايا. لازم تجربوه، هستنى رايكم فيه جدا. وحرفيا كل اللي هياكلوه من ايديكم هينبهروا يا جماعه بالطعم. الطعم مش طبيعي. بصوا الحلاوه، بص خطير. وكمان بقى حطيت شكل الدونت وعملت لهم ميني دونتس خطيره، وبكده اكون عملت لهم حاجه حلوه وحاجه حادقه في ربع ساعه بجد خطيره. هستناكم تجربوها وتقولي رايكم فيها ايه عشان هتعجبكم جدا. يلا باي باي.